كمان بيقدم القانون حوافز ضريبية، من أهمها هو التحول من الضريبة على الدخل إلى احتساب ضريبة وفقا وحجم أعمال المشروع، والإعفاء لمدة 5 سنوات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر. ولو أنت بعت أصول أو آلات أو معدات خاصة بمشروعك واشتريت آلات أو معدات جديدة خلال سنة بتعفى من ضريبة الأرباح الرأسمالية. ولو أنت من أصحاب شركات الشخص الواحد بتعفى من ضريبة توزيع الأرباح. وهنا حابب أعرفكم إيه هي شركة الشخص الواحد. هي شركة ممكن يأسسها فرد طبيعي أو كيان اعتباري، ولا يسأل صاحب الشركة إلا في حدود رأس مال الشركة فقط. وفي خبر جديد إن صدر قرار في 21 أغسطس 2022 بتخفيض رأس مال الشركة من 50,000 جنيه إلى 1000 جنيه مصري فقط، وده بيعتبر تحفيز جديد لأصحاب المشروعات في تأسيس كيان قانوني لمزاولة نشاطهم بشكل رسمي. وبيتم احتساب ضريبة سنوية قدرها 1000 جنيه لو حجم أعمالك أقل من 250,000 جنيه، وبتوصل معانا ل 5000 جنيه لو حجم أعمالك من 500,000 وأقل من مليون جنيه، وبتوصل بحد أقصى 1% من حجم الأعمال لو من 3 ل 10 مليون جنيه. وإحنا بننصح كل أصحاب المشروعات بالاستفادة من المزايا العديدة والحوافز اللي جت في القانون.